بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه تالا كرافت اند كروشيه. معاكم هاجر صالح. نبدا حلقتنا بذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هنرجع مع بعض ان شاء الله نستكمل سلسله الحروف الانجليزيه. احنا بداناها مع بعض من فتره كبيره جدا شويه، انا عارفه، معلش واتاخرت في باقي الحروف. باذن الله هنرجع مع بعض هنكمل الحروف واحده واحده لحد ما نخلص الحروف كلها باذن الله. الحروف جميله جدا ولذيذه، ويعني تضيف لنا اشكال حلوه قوي للشغل بتاعتنا. سواء مثلا عملنا مقالم للاطفال قبل دخول المدارس بنكتب لهم اساميهم عليها، سواء عملنا معلقات في اوضتهم باساميهم، سواء عملنا ميداليات مثلا ممكن نقدمها هديه مع الشغل بتاعتنا. لو احنا بنطلع اوردرات ممكن نعمل ميداليه بالحرف اسم صاحبه الاوردر مثلا ونطلعها هديه، او نعملها ميداليه المفاتيح بتاعتنا. افكارها كتيره جدا جدا جدا. انا حابه ان شاء الله هنكمل مع بعض سلسله الحروف. تعالوا النهارده هنشتغل مع بعض حرف الاف، ان شاء الله يكون سهل جدا وبسيط وتقدروا تنفذوه. وسيبوا لي في الكومنتات عايزين نبدا بقى حرف ايه الحرف الجاي ان شاء الله، عشان لو لقيت في حرف انتوا في اقبال شديد عليه نبدا بيه باذن الله. يلا بقى نشوف الخيط والادوات اللي هنشتغل بيه النهارده ونقول بسم الله. الخامات والادوات اللي هشتغل بيها النهارده ان شاء الله، انا محتاجه لونين من الخيط. انا هشتغل النهارده بخيط هيمالايا افري داي، وهشتغل معاه بابره كروشيه مقاس 2 وربع، ومحتاجه مقص وابره تنظيف. لون بيكون فيهم اللون الاساسي، ولون بعمل فيه التحديد بتاع الحرف بتاعي. طبعا انت تقدري تشتغلي باي خيط متاح عندك وتختاري معاه ابره كروشيه مناسبه. يلا نقول بسم الله ونبدا شغل. اول حاجه بقى هعملها، هبتدي ان انا هعمل عقده بدايه، وهشتغل 15 غرزه سلسله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. يبقى انا عملت عقده بدايه واشتغلت 15 غرزه سلسله. في تاني غرزه من بعد الابره على طول انا بسيب اول غرزه كده كارتفاع، وفي تاني غرزه هشتغل عمود بلف. باخد لفه على الابره كده وبسيب اول غرزه وبدخل في تاني غرزه وبشتغل اول عمود عندي في السطر ده كده اول عمود. هشتغل كمان في الاربعه اللي جايين كل غرزه هتقابلني هشتغل عليها عمود بلف، يعني كلهم هيبقوا معايا 5 عواميد. انا كده يعتبر عملت اول واحد، اللي بعده كمان عمود، اللي بعده عمود، ده العمود كده رقم 4، وده العمود رقم 5. يعني كده نتأكد 1 2 3 4، والعمود اللي بدأت فيه بالأول خالص يبقى كده عندي 5 عواميد. دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي هعمل 5 غرز سلاسل. 1 2 3 4 5. تمام. هسيب اول غرزة هعتبرها ارتفاع واخد لفة على الابرة وهشتغل في اللي بعدها على طول غرزة عمود. يبقى في تاني غرزة من بعد الابرة على طول هشتغل عمود، الغرزة اللي بعدها عمود، الغرزة اللي بعدها عمود، ده كده العمود رقم 3، والغرزة اللي بعدها عمود، ده كده العمود رقم 4. يبقى انا عملت 5 سلاسل وسبت اول سلسلة كارتفاع واشتغلت في الاربع سلاسل كل واحدة عمود. تمام كده. نركز في الجزئية دي. هنا كده في العمود اللي عندي ده كده هنا هشتغل عليه غرزتين عمود. انا عايزة كده ده الخط بتاع حرف الاف اللي في النص، فانا عايزة اشتغل هنا كده على الضلع ده كده او على العمود ده عمودين بلف. هاخد لفة على الابرة وهاجي هنا كده. طبعا انا ما عنديش غرز او حاجة، فانا هحاول اوسطن العمودين في نص الضلع كده. ده كده اول عمود، وجنبه هنا كده هشتغل العمود التاني بالشكل ده كده. تمام كده. تمام. دلوقتي هعمل ايه؟ هعد 3 سلاسل في الارتفاع اللي عندي ده كده. هنا هسيب 1 هسيب 2 في الغرزة رقم 3، وهدخل بالابرة اسحب منزلقة علشان اثبت الجزئية دي بالشكل ده. واضحة معاكم؟ تمام. دلوقتي هاخد لفة على الابرة، والغرزة اللي عليها الدور على طول هشتغل فيها غرزة عمود. تمام بالشكل ده كده. هلف الشغل، هسيب غرزة هسيب التانية وهعمل منزلقة في الغرزة رقم 3. هسيب غرزة هسيب التانية وهاجي هنا كده في الغرزة رقم 3 وهسحب غرزة منزلقة. تمام. هرجع الف الشغل تاني
وبعد كده هعمل على الغرزتين الجايين كل واحده غرزه عمود. الغرزه اللي هتقابلني هنا كده هعمل عليها عمود، واضحه، والغرزه اللي بعدها هشتغل برضو عليها عمود. بالشكل ده كده. يبقى احنا كده ده الجزئيه اللي في النص بتاع الاف، ودي العصايه بتاعته. دلوقتي هنعمل الجزئيه اللي فوق. دلوقتي هعمل 7 سلاسل ارتفاع، 1 2 3 4 5 6 7. هشتغل غرزة عمود في تاني غرزة على طول. انا هعتبر اول غرزة عندي في السطر ارتفاع، واللي بعدها على طول هشتغل فيها عمود. وهشتغل على السلاسل اللي انا عملتهم دلوقتي كده، كل غرزة تقابلني هشتغل عليها غرزة عمود. ده كده العمود التاني، ده كده العمود التالت، العمود الرابع، العمود الخامس، والعمود السادس. طبعا انا عملت 7 سلاسل، اعتبرت اول واحده فيهم ارتفاع، يبقى انا عندي كده 6 غرز اشتغلت عليهم بغرزه العمود. تمام كده. زي ما عملت تحت في الجزئيه دي كده هشتغل برضو هنا على الضلع بتاع العمود ده، هشتغل عليه عمودين. هوصل العمودين كده واشتغل عليهم، هشتغل على الضلع ده عمودين. هاجي هنا كده وهعمل غرزه عمود. زي ما قلنا دي كده جزئيه ما فيهاش غرز، فانا بحاول اظبط ايدي واخلي المساحه تكفي ان هي تاخد معايا عمودين. وهاجي هنا برضو كده واعمل العمود التاني بالشكل ده كده. دلوقتي هعد 3 سلاسل ارتفاع وهقفل بغرزه منزلقه، وهم اصلا هتلاقيهم عندك 3 سلاسل، وهتقفلي بمنزلقه في اول غرزه خالص انت بدأتي بيها الشغل. هسحب كده غرزه منزلقه، وبعد كده هاخد غرزه سلسله للتثبيت واقص الخيط الزياده، واسحب لفوق. طبعا ده كله هنفنشه. افرد الشغل عندي كده واظبطه، هيدينا حرف الاف. انتي ممكن تفنشي الخيوط اللي عندك دي كلها وتكتفي بيه لحد كده، بس انا بحب اديله تحديد كده اطار بلون مختلف يبقى شكله لذيذ قوي بغرزه المنزلقه. هفنش الخيوط الزياده دي ونرجع نعملها مع بعض. دلوقتي بقى هجيب اللون التاني اللي هحدد بيه، وهدخل بالابره كده في اي مكان، واعمل عقده بدايه، وهسحب غرزه سلسله، هسحب غرزه منزلقه، هسحب كده الخيط، وهمشي على كل الغرز اللي عندي بغرز منزلقه. احنا زي ما قلنا كده بنعمل اطار تحديد بس كده للحرف بتاعنا. كل غرزه هتقابلني هشتغل عليها غرزه منزلقه، وهلف الحرف كله داير ما يدور بنفس الطريقه دي كده، واريح ايدي، مخليش ايدي مشدوده خالص، لان غرزه المنزلقه طبعا بتبقى ضيقه شويه. لو انا شديت ايدي هلاقي الحرف كشكش معايا كده من جوه. انا عايزه بس كده اعمل اطار للشغل. هدخل كده في الغرز نفسها بالشكل ده كده، وهلف بقى معايا كده الحرف هيلف معايا كله في كل الاجزاء لحد ما اوصل لنقطه البدايه. وبعد كده هفنش برضو الخيوط الزياده جوه الشغل. اخلص الشغل ونرجع نشوف الشكل مع بعض. وده كده بيكون شكل الحرف بتاعنا بعد ما خلص. طبعا زي ما قلنا افكار كتيره جدا في اول فيديو تقدروا توظفوا فيها فكره الحروف. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، وباذن الله نتقابل على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.